سلام الله عليكم مشاهدينا الأفاضل، أهلا بكم في موضوع وملف جديدين. إذن كما تابعتم خلال 24 ساعة الماضية، اهتزت عاصمة الجن والملائكة على وقع عدة تفجيرات متتالية ومتزامنة على عدة مناطق من العاصمة، والحصيلة أكثر من 127 قتيلا ونحو 300 جريح، وهي مرشحة في كل لحظة للازدياد. التفجيرات التي سارع تنظيم الدولة الإسلامية في تبنيها سنضعكم في هذا العرض في تفاصيلها. في حدود الساعة 9 مساء هاجم عدد من المسلحين باتاكلان خلال حفل لموسيقى الروك، وفتحوا النار بشكل عشوائي قبل أن يحتجزوا رهائن لمدة 3 ساعات تقريبا. سقط منهم أكثر من 100 شخص، وأصيب العشرات عندما فجر 3 انتحاريين أنفسهم بين صفوف رواد الحفل، فيما قتل مسلح رابع برصاص الشرطة، وفجر انتحاري خامس نفسه في موقع قرب المسرح. في الوقت نفسه تقريبا وقع انفجار آخر عند الساعة 29 بالقرب من ملعب فرنسا الدولي الذي كان يحتضن مباراة ودية لكرة القدم بين منتخبي فرنسا وألمانيا بحضور الرئيس فرانسوا هولاند في المدرجات، والذي سارعت الأجهزة الأمنية لإخراجه وإغلاق كل مداخل الملعب بعد مقتل 4 أشخاص بينهم 3 إرهابيين شاركوا في الهجوم، فيما وقعت 4 تفجيرات أخرى في الشوارع المحاذية للمسرح، ومنها شارع لافونتين دو لاروا أين أطلق مسلحون الرصاص على مطعم للبيتزا أسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل. وبعد ساعة من الزمن سمع صوت الرصاص عند تقاطع شارعي بيشار والبير أمام شرفة لإحدى المطاعم، تسبب بمقتل 14 شخصا على الأقل حسب شهود عيان. وفي بولفار قول فولتير قرب مسرح باتاكلان وقع هجوم آخر تسبب بسقوط قتلى في حدود الساعة 11 ليلا، وكشف مصدر قريب من التحقيق أن مهاجما انتحاريا سقط في هذا الشارع أيضا. على مسافة قريبة شرقا شهد شارع شارون إطلاق نار عبارة عن رشقات لدقيقتين أو 3، ثم شوهدت العديد من الجثث المغطاة بالدم على الأرض. إذن مشاهدينا، باريس لم تعد بعد هذه الليلة تختلف كثيرا عن الرقة وريف حلب في سوريا وشوارع الفلوجة وبغداد في العراق، فقد نقل تنظيم داعش ساحات معاركه واستعراضاته من صحاري العراق وبلاد الشام إلى شوارع باريس. سلام الله عليكم.